ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشتغل مربع الجراني بوردة. يا رب تعجبكم وان شاء الله يفيدكم الفيديو. يلا بينا نشوف هنشتغلها ازاي. طبعا انتي ممكن تشتغليها بلون واحد اكتر من لون زي ما تحبي. انا اخترت ترتيب الالوان ده وهشتغل بيه معاكم في الفيديو. اول حاجة هنحتاج لابرة تكون مناسبة لسمك الخيط اللي احنا هنشتغل بيه. انا بشتغل بخيط متوسط السمك وهشتغل معاه بابرة مقاس 3.5. اول حاجة هعمل دايرة سحرية، ولو انتي جديدة معانا على القناة هتلاقي فيديو الدايرة السحرية بتتعمل ازاي. هنشتغل دايرة سحرية وهرتفع 3 سلاسل، هحسبهم معايا عمود، وجوه الدايرة هشتغل 11 غرزة عمود بلف الخيط على الابرة وادخل معايا 3 حلقات، بخرج من حلقتين في حلقتين، الف الخيط على الابرة وادخل واخرج من حلقتين في حلقتين تاني اهو، بلف الخيط على الابرة وادخل جوه الدايرة، اسحب طرف الخيط معايا، اخرج من حلقتين في حلقتين. هكمل كده لحد ما اوصل ل 12 عمود، هما 11 وبما فيهم ارتفاع الثلاث سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هكمل كمان 6 اعمدة بلفة، هكمل وارجع لكم. خلاص كده انا اشتغلت 11 غرزة عمود بلفة بالاضافة لاول 3 سلاسل انا ارتفعت فيهم. بعد كده هنقص الخيط وننهي بقى الشغل. قبل ما ننهي الشغل هنعمل دايرة، هنقفل الدايرة السحرية كويس، وبعدين بقى اقص الخيط وانهي في 3 سلسلة انا ارتفعتها. 1 2 3، اجي هنا في 3 سلسلة ادخل تحت الحلقتين واسحب الخيط، ومن الحلقة كمان اللي على الابرة كده. خلاص انا قفلت بغرزة منزلقة، وبعدين هرتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل كده. خلاص الدايرة الاولانية انا اشتغلتها. هبدأ بقى اشتغل الصف التاني او السطر التاني اللي هو ده، غرزة الورد. هرتفع الاعمدة ونشتغل مع بعض. هشتغل انا باللون الجديد اللي هو اللون الابيض، انتي ممكن تدخلي اي لون انتي حباه. هاجي بقى في اي مكان للدايرة كده تحت الاعمدة اي عمود انا حباه، وهدخل واسحب الخيط الجديد وارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. وفي كل غرزة من الغرز دي انا هشتغل فيها 4 عمود بلفتين. هعتبر اول 4 سلاسل عمود، والف الخيط على الابرة مرتين وادخل في نفس المكان واعمل عمود بلفتين. هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في نفس المكان واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. تالت عمود في نفس المكان كله في نفس الغرزة، واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين كده. كونت معايا 3 سلاسل و3 اعمدة بلفتين. علشان انهي الغرزة دي او الدور ده هعمل ايه؟ هدخل هنا كده في رابع سلسلة انا اشتغلتها، وهسحب طرف الخيط اهو كده لورا كده، واخرج من الحلقة اللي على الابرة تمام، وارتفع سلسلتين 1 2، وادخل في اللي بعديها بقى هلف الخيط مرتين، وكل غرزة من الغرز اللي جاية انا هشتغل فيها 4 عمود بلفتين. اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين تاني، نلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في نفس المكان، ادي تاني عمود، والف الخيط على الابرة مرتين، تالت عمود، وادي رابع عمود.
اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. وعشان انهي برضو الفرع ده هعمل ايه؟ هدخل في اول عمود انا اشتغلته واخد طرف الخيط اخرج من الحلقة وارتفع سلسلتين، وهكذا بقى. انا باخد طبعا خيط البداية معايا تحت الشغل علشان اداريه، الف الخيط على الابرة وهدخل في كل غرزة اعمل 4 عمود بلفتين. ولو برضو مش عارفة غرزة العمود بلفتين ممكن تدخلي القناة في سلسلة تعليم الكروشيه المبتدئين، هتشوفي فيها كل الغرز معاكي. هدخل واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، وهكذا بقى في كل. وعشان انهي الغرزة دي هعمل ايه؟ اهو بشيل ايدي خالص واسيب الحلقة كده معايا، واجي في اول عمود انا اشتغلته من ال4 اعمدة واسحب وأأمن بسلسلتين. هكمل كده لنهاية الدور. في كل غرزة هدخل اشتغل غرزة كلاستر ب4 عمود بلفتين وبعدين سلسلتين واكمل. هكمل الدور كله بنفس الطريقة وارجع لكم. انا خلاص قربت على نهاية الدور، ودي اخر غرزة هشتغلها معاكم. هلف الخيط على الابرة وادخل في اخر غرزة واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، وبعدين الف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان، الف الخيط على الابرة تالت عمود، وادي رابع عمود. خلاص كده دي اخر غرزة كلاستر معايا. هشيل الابرة واجي في اول عمود انا اشتغلته واسحب وارتفع سلسلتين، وهنهي في في رابع غرزة انا اشتغلتها اللي هي اعتبرتها اول عمود بلف. هدخل كده في رابع غرزة واسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة. هقص الخيط بقى، ارتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. دي شكل الوردة كده معايا بعد ما اشتغلت السطرين، هي كده بنفس الطريقة. عشان اشتغل الدور الجديد انا خلاص قصيت الخيط وهبدأ اجيب اللون الثالث. طبعا زي ما قلت لك اختيار الالوان ده زي ما تحبي. هدخل في اي فراغ واسحب اللون الجديد وارتفع 4 سلاسل، وبعدين هبدأ اكون بقى الاعمدة. ابدأ اكون جوانب المربع دي، ان انا اشتغل في كل جانب اعمل 4 جوانب. فهشتغل اول عمود بلفتين، وبعدين عمود كمان بلفتين، يبقى انا اشتغلت 2 عمود بلفتين بالاضافة ل4 سلاسل الارتفاع اللي انا اشتغلته. وبعدين هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل اشتغل اول عمود وبعدين تاني عمود تالت عمود، كده الجنب التاني اهو. اول واحد دي هعتبرها اول نص مربع، يعني انا هشتغل هنا كمان التكملة بتاع المربع التاني، تكملة المربع. فهشتغل ادي واحد وبعدين التاني تالت غرزة هدخل واشتغل برضو 3 عمود بلفتين. ادي 1 2 3. وهبدأ بقى اشتغل الغرزة الجديدة اكون جانب المربع التاني. دي اول جانب من جوانب المربع وهشتغل الجانب التاني. طب انا هشتغل جانب المربع ازاي؟
هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في الفراغ اللي عليه الدور اللي هو ارتفاع ال2 سلسلة اللي انا عملتهم في السطر اللي فات، واسحب 2 2 2 والف الخيط على الابرة وادخل تاني عمود، وبعدين تالت عمود، وبعدين هرتفع سلسلتين عشان اعمل زاوية المربع، والف الخيط على الابرة وفي نفس المكان اشتغل برضو 3 عمود بلفتين، 1 2 3. كده الزاوية التانية للمربع. خلاص كده دي تاني زاوية. وبعدين هبدأ اشتغل ازاي؟ السطر كله هشتغل 3 عمود بلفتين في اول غرزة في اول فراغ اهو بعد الزاوية، وبعدين الفراغ التاني برضو، والفراغ التالت هشتغل فيه غرزة المربع. هبدأ بقى اشتغل الزاوية. خلاص انا دي الزاوية التانية، وادي غرزتين فراغين اشتغلت فيهم كل فراغ 3 اعمدة، وادي الفراغ التالت هشتغل 3 عمود بلفة، وبعدين هرتفع سلسلتين وتاني 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 وادي التالت. وهبدأ بقى كده او همشي بنفس التدريج كده، هشتغل فراغ 3 عمود بلفتين، فراغ تاني 3 عمود بلفتين، والفراغ التالت هشتغل 3 عمود بلفتين سلسلتين 3 عمود بلفتين عشان اكون الصدفة زاوية المربع. فانا هشتغل كده لحد نهاية الدور وارجع لكم تاني، هكمل وارجع لكم. خلاص كده انا قربت على نهاية الدور وباقي معايا نص الصدفة اللي انا اشتغلتها اللي هي ال3 عمود بلفتين. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة اللي انا بدأت فيها واشتغل كمان 3 عمود بلفتين، وبعدين ارتفع سلسلتين واجي في رابع السلسلة انا اشتغلتها في اول عمود وادخل واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة، وبعدين هقص الشغل، هقص الخيط واخرج ارتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. كده جوانب المربع بدأت تبان معايا اهو. في كل جانب انا هبدأ ارتفع بقى واشتغل بنفس الطريقة دي علشان اكمل الدور الجديد. انا برضو هغير اللون، انتي لو مش هتغيري اللون مش هتقصي وهتكملي معايا بنفس الطريقة دي. انا هدخل اللون الجديد وهبدأ ادخل برضو هنا في الفراغ عشان اعمل نص صدفة، فادخل وارتفع 4 اعمدة، وبعدين هعمل 2 عمود بلفتين في نفس المكان، وكده هتكون اول زاوية للمربع. وهاجي في كل فراغ ما بين 3 اعمدة دول وال3 دول هنا في فراغ هدخل اشتغل 3 عمود بلفتين، طبعا انا باخد خيط البداية معايا تحت الشغل علشان اداريه. ادي تاني اهو، دي اول عمود، اول قصدي فراغ، تاني فراغ،
الف الخيط على الابرة وادخل واسحب، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. خلاص اشتغلت 2 فراغ، التالت برضو هشتغله، وفي كل زاوية هشتغل غرزة، وفي كل زاوية هشتغل الصدفة زي ما احنا ماشيين كده. في كل فراغ هشتغل 3 عمود بلفتين، واجي هنا للصدفة اهو واشتغل 3 عمود بلفتين، 2 سلسلة، 3 عمود بلفتين. هاجي هنا بقى وادخل، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، عمود كمان 2، تالت عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين 3 عمود بلفتين في نفس المكان. ادي 1 2 3. وهبدأ اشتغل ازاي بقى؟ هاجي في كل فراغ هنا ما بين كل 3 أعمدة واشتغل 3 أعمدة بلفتين. يعني هنا اشتغل 3 عمود بلفتين، وهنا 3 عمود بلفتين، وبعدين هنا 3 عمود بلفتين، واجي للكورنر والزاوية ده اشتغل فيها صدفة 3 عمود بلفتين، سلسلتين، 3 عمود بلفتين. هكمل بنفس الطريقة كده زي ما احنا شغالين، وفي كل فراغ من ده هشتغل 3 عمود بلفتين. يبقى تاني الفراغات اللي انا هشتغل فيها اهو ما بين كل 3 أعمدة، وهنا السلسلتين اشتغل فيها صدفة 3 عمود بلفة، سلسلتين، 3 عمود بلفتين. وبعدين في كل فراغ هدخل برضو اشتغل 3 عمود بلفتين، وفي الصدفة 3 عمود بلفتين، سلسلتين، 3 عمود بلفتين. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم. خلاص كده انا قربت على نهاية الدور، وجيت هنا اشتغلت في الفراغ الاولاني اللي كنت اشتغلت فيه 3 عمود بلفتين، اشتغلت كمان 3 عمود بلفتين، وبعدين هرتفع سلسلتين عشان اكمل الصدفة. وفي تالت غرزة، في تالت سلسلة انا اشتغلتها هدخل واسحب واخرج كمان من الحلقة اللي على الابر، وبعدين هقص الخيط. طبعا انت تقدري ترتفعي يعني عدد من السطور لا نهائي. ممكن تعمليه مفرش بنفس الطريقة، ممكن تعملي مفرش وحدات زي ما تحبي. كده خلاص اهو الشكل النهائي بتاعه اهو. طبعا انت لو عايزه ترتفعي سطر كمان او سطرين كمان زي ما تحبي، في كل فراغ هتشتغلي عمود 3 عمود بلفتين، سلسلتين، 3 عمود بلفتين، وفي كل فراغ ما بين ال3 أعمدة هتشتغلي 3 عمود بلفتين، وهكذا لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. ده الشكل النهائي اهو. يا رب يعجبكم وتجربوه وتقولي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديوهات جايه تاني ان شاء الله.